لو انت ما بين سن 16 ل 25 فكرت ابدا ان انت تعمل تحسين في حياتك او تحسن حياتك عامه، تبقى حاجه احسن شكلا، مظهرا، ماديا، معنويا، اي حاجه ايا في الاخر اكيد سمعت عن مصطلح السيلف امبروفمنت اللي هو تحسين الذات. يعني اللي ما يعرفش معنى السيلف امبروفمنت عامه هو ان انت تحسن حياتك من كذا جهه، مش من جهه واحده بس. اولا معظم بيبداها من ناحيه اللي هو الشكل عامه. بتبدا تروح الجيم، تاخد بالك من شكلك. مش عارف بقى، يعني لو عندك مشكله مثلا في جلدك تاخد سكين كير، تربي دقنك، حاجات كده بقى، الهير ستايل بتاعتك، حاجات كده يعني. زي ما قلت لكم السيلف امبروفمنت ليها كذا ناحيه، مش ناحيه الشكل بس. هي اول واهم ناحيه الناس كلها بتبدا بيها تبقى الشكل. كانت تدخل في الناحيه الماديه، تشوف انت تشتغل، تزود من دخلك، تعمل حاجه احسن. في ثالثا الناحيه اللي هي السايكولوجي شويه، ان انت تحسن من دماغك وتفكيرك، تبدا تقرا، تاخد معلومات زياده في مواضيع ليها دعوه بحاجات انت مهتم بيها في حياتك عامه. رابعا الناحيه النفسيه، اذا كان بقى تعمل مديتيشن، تقرب من ربنا، تقرا قران، تصلي. تعالوا اقول لكم بقى تجربتي السابقه معاها وتجربتي القادمه اللي هتيجي معاها. ده سابقه وقادمه ده ازاي يعني؟ بص يا جماعه، اللي بيدخل في السكه دي لازم يكمل فيها لحد الاخر، بيكمل فيها حياته كلها. لما تيجي توقف في النص زي ما انا وقفت كده، انت بص، انت عمال سهم بيعلى بيعلى بيعلى، بعد كده تقف هنا كده، تقعد هنا فتره شويه، بعد كده تعلى تاني. تمام؟ اللي خلاني ابطل، اللي خلاني ابطل ان انا من الاخر بستعبط بصراحه. وغير إن انا بستعبط خلاص، يعني وصلت لمرحله مثلا في القرايه مثلا، خلاص كنت بقرا كتير عن البيزنس والسيكولوجي وكده، اخدت معلومات كفايه قوي من اللي انا محتاجها. حسيت ان انا خلاص مش محتاج معلومات زياده عنها، محتاج ان انا انزل اطبق في الحقيقه. نفس الكلام. بس فلقيت نفسي وقفت مثلا قرايه عشان انا خلاص ما عنديش حاجه مهتم زياده اعرفها. الجيم كده كده مكمل زي ما انا فيه، زي ما انتوا عارفين التيك توك بتاعي كله اصلا جيم وكده. وبس. والشكل اخر حاجه وقفت فيها ان انا ربيت دقني تقريبا السنه اللي فاتت. ومن ساعتها يعني مش ما لقيتش حاجه قوي يعني ممكن اغيرها، ولكن تعدي بينا الايام وارجع تاني لقيت ان انا في حاجات محتاج اغيرها في حياتي، حاجات محتاج ابقى احسن فيها. فضلت في ليفل بقالي كتير قوي محتاج اعلى بقى، فضل مكانه كانه بينزل تحت، والبينزل تحت بينزل تحت قوي. بس فانا بفكر الصراحه التيك توك الفتره الجايه دي الفيديوهات اللي هعملها اغير بقى شويه. هكمل في الجيم عادي وكل حاجه، لأن ده شغلي اصلا. ولكن جنب الجيم والمرحله اللي هنروح لها كده سنه، نبدا بقى ايه في التحسين الذات بقى، اللي هو واحد بقى ايه فاهم يعني يعمل حاجه في حياته بقى يبقى احسن كده. بس فهقول لكم الحاجات اللي عملتها زمان والحاجات اللي هعملها قدام، وهوريكم بقى السكه اللي هو رايح فين وجاي منين وكده. بس فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ملهوش اي هدف، بس يعني فاهم، واحد حب يطلع يتكلم شويه، وبحب اتكلم معاكم الصراحه.